السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت داخل انام، لقيت لك قناة الزمالك قلبة كوميديا. قلبة كوميديا ايه بقى؟ هتتفطس من الضحك. بيحللوا كهربا، قاعدين بيتكلموا على كهربا. علي بركة على منتصر الرفاعي قاعدين بيحللوا كهربا. اقول لك بقى، خد عندك خد دي. منتصر الرفاعي، صفقة كهربا كيد نسا. ما طبعا انت متعود على شغل النسوان زي رئيسك. مش عارف مين جه النادي، النسوان طلعت ضربته بالشباشب. شغل نسوان نادي الزمالك قلب ايه؟ حاره بلدي. والحاره البلدي دي ما فيش احلى منها، وهي البركه والخير كله الحاره البلدي. بس ما ينفعش نادي رياضي يقلب حاره بلدي. الناس فاهمه انا بقول ايه. يقول لك ايه؟ اول ما يكلموا خالد الغندور بيسال منتصر الرفاعي في قناه الزمالك عن لعيب ايه؟ اهلاوي ماتش سموحه. ايه رايك في كهربا النهارده؟ اللي يقول لك كهربا النهارده منتصر الرفاعي، اللي يقول لك كهربا النهارده تالق يبقى ما عندوش مبادئ. ناس ما عندهاش مبادئ. وابتدى ايه بقى الغلط؟ زي رئيسه طبعا. ما هو رئيسه عايزه يغلط. ما رئيسه بيدفع له الالافات دي كلها في الشهر عشان يجي يقعد ايه؟ يغلط. هي الناس اللي قاعده دي في قناه الزمالك بيدفع لها الالوفات ديت عشان تغلط؟ هي عشان تقعد تقول ايه؟ هات لي قناه يا راجل. دي بيتكلموا على الاهلي اكتر ما بيتكلموا على الزمالك. بيقعدوا يركزوا كده مع الاهلي اكتر ما مركزين هم كده مع الزمالك. علي بركه برضو النهارده، علي بركه ده المفروض ان مرتضى منصور وقفه بعد ماتش اسوان. قال لك كده اللي هيتكلم على فيريرا خلاص احنا قفلنا الصفحه ما حدش ينتقده. فهو قاعد في الجنينه بالليل مرتضى منصور قال لك علي بركه اتكلم على فيريرا وانا قلت ما حدش يتكلم على فيريرا. موقوفي علي يا بركه 3 اشهر. حنفي النهارده لقيناه طلع في القناه واحد بقى يقول لك ايه؟ ده ضغط كل بقى. بص الحته دي عايزه واحد مبرشم او محشش او سكران عشان يفهمها. يقول لك ايه بقى؟ بص، علي بركه في قناه الزمالك عن كهربا. كل ما كهربا يتالق ده ضغط على اداره الاهلي. تاني، كل ما كهربا يتالق ده ضغط على اداره الاهلي، مش ضغط على اداره الزمالك، ضغط على اداره الاهلي. واقعد بقى انت ايه؟ افهمها انت بقى. اقعد اتفرج على علي بركه وانت بقى بتحشش او بتضرب او بتسكر، واقعد افهم هو عايز يقول ايه. ما انا بقول لك دي قناه الضحك. ما انا بقول لك كنت عايز انام، كنت داخل انام، لقيت لك بقى ايه؟ في حفله كده. قلت ايه؟ لا تعالى يا عم نتفرج شويه قبل ما ننام، يمكن معلوماتنا ترتفع ونضحك وننام من غير ايه؟ منوم. النوم بيبقى منوم. قناه الزمالك لو اتفرجت عليها والله هتخش كده السرير تفرح ان انت اهلاوي، تتبسط ان انت اهلاوي، وتقعد تسجد لربنا وتشكره ان انت اهلاوي، وتصلي وتحمد ربنا ان انت اهلاوي. كان الله في عون جماهير الزمالك. مش هطول عليكم. اشتراك بالقناه واعجاب بالفيديو والشير بقى. الشير بقى يعني اهم حاجه الشير عشان نبقى فير والفيديوهات تكتر وقعداتنا تحلى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احلى اهلاويه واحلى مصريين. انت اهلاوي زملكاوي اسماعيلاوي تتفرج علينا، شكرا وتصبحوا على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.